السلام عليكم، كي درتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم لازانيا. ندوزو المقادير. بسم الله، توكلنا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندي هنا لاصوص طوماط واجده، درت فيها خيزويه وكيلو المطيشه تكون طايبه مزيان، وطيبتهم التوابل ديالهم: بزار، مليحه، ورقه سيدنا موسى، الثومه، تطابو، ودوزتهم في الميكسور وصفيتهم وخليتهم تغلاو شويه، وزدت فيهم 3 المعالق ديال المطيشه ديال الحك. هنا بالنسبه للكفته ولا لي بيشاميل بحال بحال غادي نصبهم. درت هنايا البصله، بزار ومليحه، ودرت طريف ديال الزبده. هذيك الكفته هنايا بالنسبه، ودرت فيها البصله الثومه بودره. هذه لي بيشاميل درت حتى هي البصله، البزار، مليحه، وغادي ندير طريف ديال الزبده. والكوزه غادي نخليها حتى من بعد وغادي نحكها. درت هنا طريف الزبده، دزت باش نشحرت البصله هي الاولى باش تلقات لي ديك الثومه ديك المذاق. ودابا غادي نزيد في البصل من بعد ما تحمر لي البصله ديال لي بيشامي، جبت 2 معالق ديال الطحين، وغادي نبقى ندير الحليب تدريجيا حتى نحصل على ديك لا بيغي. ما بغيتوش ديك البصله تبقى باينه، من بعد دوزوها في الميكسور، راه كتجي زوينه وتجي فيها لوغو ديال البصله والثومه، تتجي زوينه. حتى الثومه حتى عفوا حتى الكفته درت ليها التوابل باش تجي حتى هي لذيذه، البزار ومليحه. ومن بعد حركت كلشي وزدتو مع ديك مطيشه اللي كنت موجداها من قبل، وتيجيو زوينين بزاف. ودابا غادي ندوز باش نوجد معكم لازانيا. ها هي لي بيشاميل، انا راه ما طحنتهاش، خليت ديك البصيله بحال هكاك باينه. وغادي ندير طبقه بطبقه. وضروري البيشاميل ولا مطيشه ما خصهاش تجيكم موقفه بزاف، باش كتدخلوها عاد كطيب لازانيا في الفران وما تجيش قاصحه، باش كتاخذ داك تاخذ داك لاصوص تيكون شويه ما خفيف ثقيلش بزاف، تيكون ما بين خفيف وثقيل باش كطيب ديك الوريقه لازانيا وكتجي زوينه. كنتبعها بحال هكا تدريجيا، وندير فيها شويه الفرomاج، اي فرomاج كيعجبكم. قد ما درتو الفرomاج تتجي زوينه، اولا زدتو فيها عاود في لاكريم فريش في لا بيوري حتى هي كتجي، عفوا في لي بيشاميل حتى هي كتجي زوينه بزاف. غنبقى مستمره بحال هكا حتى ندير دوك الوريقات. انا ما غنديرش ديك لازانيا كامله، غادي نخلي منها تقريبا الربع ديال ديك الباكيه، وغادي نغطيها مزيان بلي بيشاميل وبلاصوص، وندير الومنيوم، وندخلها الفران تقريبا يكون سخون من الفوق ومن التحت، ما بين ساعه الا ربع بحال هكا كتكون طابت وكتكون واجده. بغيتوها تجي ناشفه بزاف كتحيدوا لها الومنيوم باش كتجي ناشفه. بغيتوها تبقى، دابا كملت ستاف وغطيتها مزيان بلاصوص كيف شفتوا راه فايت في الجناب. وغادي نغطيها باش تبقى طيب ما تحرق ما حتى شي حاجه. من بعد ما طابت وانا تنديرها ناشفه، وحيت الومنيوم زدت واحد شويه الفرomاج على الوجه باش يبقى طري، ومن الداخل راه فيها الفرomاج. هذا هو الشكل ديالها، وجات زوينه بزاف وبالصحه والراحه. وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينين، وما تنسونيش من لي لايك، وخليتكم على خير. الى فيديو قادم ان شاء الله.